خش اعمل سبسكرايب، وبعد ما تخلص الفيديو اكتب لي في الكومنتات تحت ايه رأيك في وائل السلوكي. ويلا بينا نشوف هل اللايفات اللي هو كان بيعملها حقيقية وفيها مصدر دخل فعلا ولا كان كذاب. يلا بينا نبدأ الفيديو. وائل السلوكي أنا كنت مهتم جدا بالفيديوهات اللي هو بيعملها، وخصوصا أنا كان نفسي أعمل دخل فعلا أونلاين، بس في ناس كتير مش مصدقة إن فعلا في فلوس بتيجي عن طريق الأونلاين، فعلا تقدر تعمل فعلا فلوس وأنت قاعد في البيت. هل أصلا الناس دي كدابة؟ طب هل الناس دي صادقة ولا لأ؟ في الحقيقة في ناس كتيرة فعلا كانت كدابة في موضوع الميديا. لما تابعت وائل السلوكي اتفرجت على فيديوهات ليه كتير جدا. الراجل ده فعلا مختلف عن أي حد أنا فعلا شفته على السوشيال ميديا. الراجل ده بيجيب لك الزتونة، بيصارحك بطريقة مبالغة فيها. يعني حرفيا بيجيب لك من أول ألف لحد الياء، من A to Z. بيبسط لك الدنيا، بيسهلها لك، بيشرح لك. ده كفاية أصلا إن اللي هو بينزله ده لوحده كورسات. والله فعلا اللي هو الكلام اللي بيقوله في الفيديوهات وبيشرحه، انت حرفيا بتدفع فلوس كورسات بره عشان تسمعه. انا عن نفسي في كورسات دفعت فيها وما استفدتش منها، بل بالعكس الفيديوهات اللي انا شفتها من وائل السلوك اللي هي عاملها على اليوتيوب عادي فور فري نفعتني اكتر. طيب هل انا خدت كورس او اشتريت اي حاجه من وائل السلوكي بيعملها؟ الصراحه لا. ما جربتش اخد الخطوه دي، ونفسي اخد الخطوه دي، بس الظروف مش احسن حاجه حاليا. بس حرفيا المعلومات اللي هو بيقولها ده كفايه. اخر لايف هو كان عامله اللي هو بتاع 10 ايام اللي فتح فيهم الشركه، ربنا يكرمه ويكرمنا باذن الله. اللايفات دي انا حرفيا غيرت لي تفكيري، وبدات فعلا اقدر اعمل فلوس عن طريق الاونلاين زي ما هو بيشرح بالظبط. حرفيا الراجل ده صادق، يعني صادق بطريقه رهيبة. الراجل ده فعلا أنا بسببه بجد حرفيا مش عارف أقول أوصفه إزاي. بجد هو راجل محترم جدا، هو سبب من الأسباب اللي أنا قدرت أعمل فعلا فلوس أونلاين ستيب باي ستيب. وفي حاليا تيم شغال معايا الحمد لله، واللي هو بيشرحه فعلا كلام مهم جدا، كلام مهم جدا، وهو جد بزيادة. يعني في ورق عايز أوريه لكم، يا رب بس ألاقيه. حرفيا كل حاجة هو كان قايلها محطوطة هنا في الورق ده. دي حاجة هو كان شارحها. الجرافيك ده هو حتى قال ارسمه في ورقة أو حطه على الحيطة أو أيا يكن. أنا كنت حاطه على الحيطة عندي على على أول ما أصحى على طول. الجراف ده كان دايما في وشي. وحرفيا الستيب اللي هو بيحكي عليها أو شرحها دي واقعية، ودي حقيقة فعلا. أنا بدأت فعلا أول ما بدأت كان عندي فعلا حافز وتحفيز، شوية شوية بقيت تنزل. صادق، الراجل ده صادق، وفي ورق كتير ليه جدا. الحاجات اللي هو بيشرحها في اللايف حرفيا يا جدعان والله اللي بيقوله ده كورس، والله كورسات هو بينزلها مجانا. يعني لحظة، عشان في ورق كتير برضو ليا أصلا خاص كمان. أها. ما علينا باللي ملزوق هنا. بس ده اللي هو وان داي لما هو كان بدأ اللايف. حرفيا الراجل ده جامد والله يا جدعان. يعني أنا بنصح أي حد فعلا عايز يبدأ اتفرج على وائل السلوكي. الراجل مش كذاب. انا اتضايقت فعلا لما بلاقي ناس تخش تكتب له انت كذاب، انت مش صادق، انت عايزنا بس نعمل كده علشان تعمل فولو وعلشان انت تستفاد. طب ما الراجل من حقه يستفاد، ما هو بيديك معلومة. معلش هو انت مش قادر، انت ليه باصص له؟ معلش اللي هو ياخد مثلا فلوس من المشاهدات، وهو اصلا يعني بيفيدك انت. مع ان الفلوس اللي هو ياخدها من المشاهدات دي هتتصرف برضه في حاجات هتفيدكم. يعني هو اصلا كفايه هو بيعمل حاجات يعني يعتبر حاجات لينا كده، يعني منه وربنا. الراجل ده صادق، وحرفيا اللي هو بينزله ده كورسات زي ما وريتكم. في ورق كتير جدا برضه انا كاتبه اللي هو بيقوله. الراجل ده صادق 100%، مفيش حاجه قالها غلط، مفيش حاجه قالها بيضحك عليك بيحور عشان يلم مشاهدات وخلاص. لا بالعكس، هو عايز يفيدك وصادق. من ناحيه انا هو اصلا ما يعرفنيش ولا هو اصلا يعرف انا على قيد الحياه، عشان محدش بس يحسب مثلا خدت معاه كورس ولا حاجه فهو مستني مني ريفيو ولا حاجه. لا بالعكس خالص، هو ما يعرفنيش اصلا. شرف ليا ان انا اعرفه في يوم من الايام، واتمنى ان انا اقابله في يوم من الايام. فكفايه انتقادات عليه، كفايه تقول له انت كذاب. لا انت اللي مكسل،
لأ، أنت اللي مش عايز تشوف فيديو تلت ساعة وعلى رأيه أنت ضيعت وقت من عمرك مثلا 20 سنة، مش قادر تعمل فلوس، مش قادر تعمل دخل، عايز في التلت ساعة اللي هو أنت هتتفرج عليهم في الفيديو تعمل دخل على طول، أنت خلاص خلصت الفيديو تروح تعمل فلوس؟ لأ، ده تعب، تعب فعلا ومجهود، مجهود شديد يعني. كتر خيره بجد لو بيعمل حاجة زي كده لينا. بلاش انتقادات عليه، بلاش اللي انتوا تفضلوا تعملوا حاجات سلبيات وتشتموه في الكومنتات. يعني الراجل بيعمل حاجات خير لينا، الراجل يعني يشوف كم واحد قدر يساعده فعلا يحسن مصدر دخله، وغير لو ما يحسن مصدر دخله في أسرة، أكيد برضو في ناس شايلة أسر، بجد ربنا يبارك له وربنا يرزقه. وده كان رأيي في وائل السلوكي. ما تنساش تعمل سبسكرايب، تعمل لايك، تعمل زرار الجرس، وعايزين نوصل ل1000 متابع. ده بتوفيق ربنا بإذن الله وتوفيق. وعلى فكرة وائل السلوكي كان سبب من ضمن الأسباب اللي أنا أبدأ أنزل محتوى. سلام.